السلام عليكم. شو ما تدري سلام انت؟ يا رجل اصبر خلينا نشوف كيف سوريا مقتلين الناس يعني ينفعون مساكين. يا رجال صدق تقول كذابين كذابين. يا رجال ادري ما بيقبض راحه ولا ترحم الناس الله يعينك على نفسك بس. يا شيخ انا وين نروح؟ يا اخي وين نروح؟ والله العظيم قسما بالله كحلين ونادي فينا كم قسما بالله ما بنروح لكن هم نروحوا مقام ضابط. لا اله الا الله. ايش السالفه؟ يا الله يا رب انك تديم الامن والامان علينا وتحفظ حلب يا رب. خذ نفسك، خليك تسمعني الحق اللي سويتها. يما بالله حط غدا له حق العيال بجي اخذ الحين. يما يعطيك العافيه يعطيك العافيه يما. وين الصينيه؟ نسيتها. العاب في ضحكات ونجوح ولا طرى له انقطاعي ولا طرى له انقطاعي واليوم من فرقه من. ايه رايكم بابتسامة المشاهير؟ هذه وش هي هذه؟ هذه مشاهير. هذه ابتسامة وش هي؟ مشاهير. بكم هي الابتسامة؟ هذه 12000. 12000 يا ظالم والغنم ما عنده علف يا امشي انا يلا على الغنم برسيم هذا ربطة كاملة تحطها الفجر واحدة ولا تكثر. هذا تحطه منه العصر نفس كذا. ومتى ارجع البيت؟ ما انت براجع للبيت لين تصفر سنونك وتعرف ان الله حق يقطع وخس. لا تضيق الله يرضى عليك الناس قامت وطاحت دون رغبة. تن 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 أتدن أجير مالاري ناقور كمكنادو ويو ناقور كمالو ويو ناقنس أول أريك العيال ويو لا ناقور أتحركون إيه ويو تدن تن 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 ناقور كمكنادو ويو أجير مالاري قاعد يسرني زار ماري ناقور كمكنادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بجابتين وكوت وقميص وجنز وهذا وانا فيني شحيمات بعد. عموما ما هو موضوعنا. أول شيء السلام عليكم. ثاني شيء يا أخوي بعد سكنانه وبعد اللي صار من خوينا حق ذا الأسبوع ذا ترى ما نقدر نتحمل يا أخوان. لازم يطلعوا لنا موضوع جديد. شوفوا لنا اي حل. لازم كل اسبوع طقطقه. حطوا مثلا فهدنانا. اقول شعر انا ما عندي مشكله. السلام عليكم. البول الثالث يو.
¿Cómo se va? ¿Ya? ما شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاب في ريعان شبابه يشاهد المقاطع الإباحية ويشاهد مرأة عارية، وأول ما يشاهد هذه المرأة عارية يقول يا لبة، وبعدين يجي يقول ذبحتني العادة السرية وذبحتني الشهوة. أخوياك يقولوا لك لا يفوتك، شوف مزة صاروخ، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أصحابك يقولوا لك شوف جرب مرة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أنت مدمن أفلام إباحية، مدمن عادة سرية، تابع المقطع بإذن الله تسمع العلاج بدون لف ودوران. تبغى تتخلص، عندك عزم، عندك إرادة، ودك تتخلص بس ما انت قادر، لازم تسوي عاصفة حزم مع الشيطان. أنا أقول لك العلاج شاهد مقاطع إباحية زي ما تبغى شاهد، لكن بشرط واحد: بعد كل مقطع تشاهده قوم وتوضى وصلي ركعتين، حتى لو ما انت متوضي قوم اتوضى وصلي ركعتين. بعد فترة راح تجد أن الشيطان هو الذي يمنعك من مشاهدة هذه المقاطع. كل ما تبغى تيجي تشوف مقطع إباحي يجي الشيطان يقول لك يا روقنا، ترى فيها وضوء وفيها صلاة. تجد أن الشيطان هو من يمنعك من فعل هذه المعصية. كل ما تبغى تيجي تشوف يقول لك الشيطان لا خليك كذا أفضل من أنك تقوم تتوضى وتصلي. جرب هذه الطريقة وصدقني ما راح تندم. هذه أقوى طريقة لترك مشاهدة المقاطع الإباحية. يقول لك لا خلاص كفاية، لا تطالع، ترى فيها وضوء، ترى فيها صلاة. الشيطان يحترق بالوضوء، يحترق بالصلاة. في نهاية المقطع حبيبي الغالي، زي ما وصلك هذا المقطع واستفدت منه انشره لغيرك، ترى في كثير شباب طايحين في هذه المشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني المعذرة على الانقطاع وحقكم علي، لكن جبت لكم شيء حلو. تعرفون سير الجري؟ بكل بيت لازم تلقى ابو سير وسيكل ذاك اللي له يدين، يطفون باسبوع من يحطونه بالسواد يغبر. انا اولكم عندي سيكل جري طفيته بيومين بس وحلته مستودع. قلت لازم القى طريقه اني اجري عليه كل يوم. صممت تروس بالكمبيوتر وحطيتن على خشب وبقصهن على الجهاز هذا. وخلصت الاشكال هذه كامله، حطيت الترس الصغير على الكبير علشان اقدر اقلل السرعه باخر شيء، ونحطه بالصندوق ونركب الموتور. الحين نركب الحساس على سير الجري عشان نقدر نربطه مع الصندوق اللي قبل شوي سويناه. بعد ما تصرف من راتبك لك 1000 2000 3 تحطهن على الشكل ذا. قبل ما تقفل الصندوق تاخذ المفتاح تحطه بآخر رف. الحين نقفل الصندوق والمفتاح جوا الصندوق. المقصود من الصندوق انه يخليك اجباري تجري علشان ينزل لك الدراهم كل نص ساعة. يلا بسم الله نجرب. المقصود من الصندوق انه كل ما جريت نص ساعة راح يطيح لك عملة من العملات هذه. يعني اليوم نص ساعة طاح لك عملة، بكرة 100 ريال، واللي بعده 100. زي وصلنا تقريبا اخر يوم من الشهر
راح يطيح لنا العملة مع المفتاح عشان أقدر أفتح الصندوق. خلاص تروح تقص كل شك، زينها طريقة ذي وما عليك إن شاء الله. والله ما يوخر